stops likes sports. خدت بالك من الاس في نهاية الثلاث كلمات دول اتنطقت ازاي؟ طب تعالى بينا نسمع اللي بعده. dreams dogs loves. هي نفس الاس بس خدت بالك اتنطقت ازاي؟ اوكي اللي بعده اخر حاجة. boxes bosses watches finishes prizes changes as. خدت بالك من الحالة الثالثة الاس في نهاية الكلمات الستة دول اتنطقت ازاي؟ تعالوا بينا نعرف ازاي ننطق الاس لما تيجي في نهاية اي كلمة في الانجليش كله صح. كل التركيز بيكون على اخر صوت قبل ما اضيف الاس اصلا. وعلى فكرة نفس القواعد اللي بتنطبق على الاي دي اندنج اللي خدناها في الفيديو اللي فات هي نفس القواعد اللي هتنطبق على الاس اندنج دلوقتي. كل التركيز بيكون على اخر صوت في الكلمة قبل ما اضيف صوت الاس في النهاية. لو اخر صوت ده كان voiceless وvoiceless ده معناه مفيش vibration في الحتة دي وقلت عليه بالتفصيل في حلقة الفيديو اللي فات. ففي الحالة دي الاس في النهاية بتنطق كده اوكي. لكن لو اخر صوت قبل ما اضيف الاس ده كان voiced او كان اي صوت من الاصوات الفاول في الحالة دي الاس ما بتتنطقش ولكن بتنطق زي dreams. الحالة الثالثة هو انه يكون الصوت الاخير قبل ما اضيف الاس واحد من الستة اللي هيظهروا قدامك على الشاشة دول. وفي الحالة دي ما بنطقش اس ولا بنطق ولكن بنطق از زي watches وهكذا. ده كان كل حاجة انت محتاج تعرفها عشان تنطق الاس في نهاية اي كلمة صح. بس كده ما تنساش ان التطبيق هو السر رقم واحد عشان تتقن اصوات اللغة الانجليزية صح. فهسيب لك باراجراف في اول كومنت عشان تمارس الصوت ده باكبر قدر ممكن. واشوفك على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشاركه مع كل اصحابك وتعمل لنا فولوينج على صفحتنا. ولو بتتابعنا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اصحابك. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.